عمرك سألت نفسك مين الوحش اللي بيتحكم في العالم ده كله؟ مين المتحكم في عربيتك وموبايلك وحتى أكلك؟ إحنا عايشين في عالم مترابط زي شبكة العنكبوت، كل منتج في إيدك وراه رحلة لافف كعب داير حوالين العالم. موبايلك ده مثلا محتوياته كلها جاية من تايوان لكوريا الجنوبية وبيطير كله يتجمع في الصين. الرحلة دي كلها اسمها سلاسل الإمداد. السر في اللعبة دي إن لو حلقة واحدة بس وقعت العالم كله هيتخنق، وده اللي شفناه في كوفيد 19. المصانع وقعت والشحن اتعطل والأسعار كلها طلعت للسما. مين بقى المتحكم؟ هي شبكة نفوذ كل واحد ماسك فيها. أمريكا مثلا معاها التكنولوجيا والفلوس، والصين معاها التصنيع وكمان الموانئ، روسيا مثلا معاها الطاقة ومعاها كمان البترول. يعني كل دولة ماسكة جزء من اللعبة وما تقدرش تعيش من غير التانية. عشان كده سلاسل الإمداد ما بقتش تجارة ولا شحن، دي بقت أهم سلاح اقتصادي عالمي. لو عايز بقى تفهم اللوجستيات وسلاسل الإمداد صح وتعرف اللعبة دي ازاي بتدور وتفيدك في شغلك وكمان حياتك، تابعني وهعلمك كل يوم حاجة تخليك سابق بخطوة. شكرا.